السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. لو أول مرة تشوف القناة يا ريت اشتراك في القناة وسبسكرايب للقناة وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم مني كله جديد. وما تنسيش اللايك عشان اللايك بيرفع الفيديو أحلى اخوات وأحلى متابعين في الدنيا. زي ما انتم شايفين كده، ده النهاردة عملنا كده دبابيس، تبلناها بتتبيلة بسيطة زي ما انتم شايفين. وكان معايا يعني حوالي كيلو من الدبابيس، ومعايا نص كيلو من الجناح. عملناها يعني اي حاجه عندك ما تقفيش عليها يا جماعه، اي حاجه، اجنحه، دبابيس، اي حاجه عندك ما تقفيش على اي حاجه. تمام. زي ما انتم شايفين كده احنا غسلنا كده الدبابيس والاجنحه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. ومعايا هنا كمون وملح وليمون ويعني بهارات اللي عندي كلها زي ما انتم شايفين كده. دي الايه التتبيله اللي احنا هنتبلها بقى، هنتبلها تتبيله جميله جدا وان شاء الله هتعجبكم وتنول اعجاب. لو أول مرة زي ما قلنا أول مرة تشوفيني يا ريت تتضمي لعيلتي عشان العيلة تكبر. يا أحلى متابعين ليا في الدنيا. يلا يا جماعة كده اشتراك في القناة، ويا ريت تشيروا الفيديو على أكبر عدد علشان الفيديو يكبر كده والقناة تكبر، وإن شاء الله هتكبر بكم بإذن الله. زي ما انتم شايفين كده أنا جبت البولة ونزلت كده بالدبابيس بتاعتي. عايزة أقول لكم إن أنا غاسلة كل حاجة. زي ما انتم شايفين عملته قبلها بمحلول. ايه هو المحلول؟ جبت ملح وليمون، وما بغسلش بخل يا جماعة، هو يعني حوالي مثلا من معلقة صغيرة من الخل عشان ما تعملش برضو زفرة والكلام ده. تمام. وشوية من الدقيق وعصرة ليمونة بتبقى حلوة برضو، وده بتبقى حلوة جدا جدا يعني. دي زي ما انتم شايفين كده فلفل أسمر وملح، اللهم صل على سيدنا محمد، فلفل أسمر وملح وكمون. وزي ما انتم شايفين كده بهارات الفراخ زي ما انتم شايفين. ومعايا بقى ايه؟ الليمونتين اللي انتم شايفينهم كده. فلازم تعصري الليمون عشان يعني ايه التتبيلة تبقى تكون حلوة يعني. ده كده ايه زي ما انتم شايفين كده عملنا كده اهو. ايه همسك كده كل الحاجات اللي معايا كده وهقلبها كده. طبعا احنا ايدينا نضيفة، لا مفيش فيها حاجة. الواحدة الست البيت بتبقى ملكة في بيتها وملكة في مطبخها، وتبقى ايدها نضيفة ومفيش اي حاجة يعني. تمام. تمام. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده برضك عملت يعني ايه، قعدت كده ايه اوصل كل البهارات بتاعتي كلها في قلب الدبابيس بتاعتي او الاجنحه. اي حاجه عندك، مش شرط انك تقف على اي حاجه. يعني لو انا ما عنديش دبابيس مش هعمل، اكيد هعمل واعمل حاجات كتيره جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده انا سبت التتبيله ده حوالي ساعتين في التلاجة. جبت بقى اللي معايا البصمات ومعايا دقيق، معايا لبن ومعايا بيض. زي ما انتم شايفين كده حطيت على اللبن والبيض زي ما انتم شايفين فلفل اسود زي ما انتم شايفين كده. ومعايا انا كده بقى البهارات بتاعتي اللي هبهر بيها الدقيق بتاعي والبصمات بتاعتي. ده اسمه الكفر يا جماعه. الكفر بتاع الدبابيس يعني والكلام ده. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، هو ده انا بحب ان انا ابهر يعني ايه. زي ما انتم شايفين معايا كركم ومعايا فلفل اسود ومعايا ملح ومعايا كمون ومعايا بهارات الفراخ زي ما انتم شايفين. وبرضك بعمل كده برضك في الدقيق زي ما انتم شايفين كده. عايزة اقول لكم ده جميلة جدا وحلوة جدا جدا، وكلنا من عشاق الاكلات الجميلة دي. وبصراحة اولادنا بيحبوا الحاجات دي يعني. عايزة ابنك ياكل ويبقى كويس وبيحب الاكل والكلام ده، ايه اعملوا الحاجات دي. والله بجد بيحب البنات وبيحب الفرخة المشوية، بيحب اللحمة المشوية، بيحب الكنتاكي، بيحب كل حاجة. أي حاجة في الدنيا بيحبوها بصراحة يعني. هنا بقى أنا بقى هنا غلطت بقى، هي دي الغلطة اللي عندي. بس أنا نسيت خالص يعني، المفروض إن أنا أحط في الدقيق الأول وبعدين أحطه في البيض. فسوى عليا بصراحة لأني كنت بكلم جودي، وجودي قعدت تضحك عليا في الحتة دي. صح يا جودي؟ المفروض كنت أنا حطيت في الدقيق وبعدين احط في البيض. انا بقى نسيت خالص والله، سوا عليا يا جماعه. اعتذروني بقى، ويعني ايه الواحد واخد دور اليومين دول، وبصراحه يعني الحمد لله خير. فهنا بقى رجعت بقى خلاص، عرفت بقى الغلطه بتاعتي، قلت ما اعملها تاني. زي ما انتم شايفين كده يعني احنا بنغلط برضو يعني، مش كلنا يعني، كلنا بنغلط يا جماعه. يعني بتحصل سهو كده والله، مش كانت حاجه. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده حطيت الدقيق. حطيت الدبابيس بتاعتي في الدقيق. تمام. وحطيتها في البيض وبعدين حطيتها في البصمات زي ما انتم شايفين بقى اهوت. جودي بتوري لكم اهو. دي على بيات بالليل يا جماعه، دي كده بالليل. فبعد ما خلصت كده سبتها بقى لتاني يوم. تاني يوم بقى خلاص بقى يعني ايه، سبتها بقى تبلتها حوالي ساعتين.
وبعدين سبت كمان عملت الكفر ده بالليل. تمام. وحطيتها بقى عندي بقى في التلاجة، وصبحت تاني يوم الصبح زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. عندي بقى الزيت كده، ودي المية اللي انا هعمل فيها مكرونة. جودة بتحب الحاجات دي فيها مكرونة. انا بقى حطيت هنا الدبابيس بتاعتي، بس برضو هي ده غلطة كمان ولازم أنا برضو تعرفوا منها. انا قلت ان ايه، ان الدبابيس بتاعتي هتاخد كل التحمير بتاعه كله. انا حطيت يعني المفروض كنت سبت الكفايه بس دبابيس، بس انا قلت يعني ايه المكان واسع، فعماله احط بقى اجنحه والكلام ده. فهو يعني هي ما حصلش حاجه، بس يعني احنا برضو بنخلي بالنا، مش لازم نحط كل حاجه مره واحده كده يا جماعه، برضو يعني فاهمين ازاي. ويفضل يا جماعة ان الزيت يبقى كتير ويبقى سخن برضه. ايوه، وانا بقى غطيتها علشان تستوى براحتها، بس لازم نوطي النار، يعني لا هوطى لا يعني لا عاليه ولا واطيه، يعني زي بيقولوا ايه دمعه العين كده زي ما بيقولوا، او دمعه الشمع. يعني المهم تبقى اقل شويه، يعني في فاهمني. المعقول. ايوه. هنا بقى انا كنت ايه، هنكسر كده معايا مكرونه المكرونة بتاعتنا سباكيتي. وهنحطها في الحلة بتاعتنا. مكرونه سباكيتي صح، مكرونه سباكيتي. والله الواحد نفسي، يعني هو الفيديو ده كنت عاملاه من زمان فما حملتوش يعني. المهم، اللهم صل على سيدنا محمد، صلوا على الحبيب يا جماعه، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، انا سلقت كده المكرونه اللي سباكيتي زي ما انتم شايفين، وخلاص خلصت كده. وجبت بقى معلقه سمنه وزيت بتاعته، وجبت بقى ايه معلقتين كبار كده من الثوم. انا بحب اعمل اللهم صل على سيدنا محمد، بحب اعمل المكرونه بالثوم، ما بحبش اعملها بالبصل يا جماعه بصراحه يعني. بالثوم جميله جدا، والبطاطس بالثوم تحفه، عايزه اقول لكم والله العظيم جميله جدا بجد يعني. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، انا بقى ايه حمرت كده الثوم بتاعي، وقمت نازله بالصلصه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. احنا بقى بصراحه يعني احنا بنحبها كده، وبنحب الطريقه دي كده. اللي مش حابب براحته يا جماعه، دي حاجه حسب رغبتكم، وانتوا كل واحده يعني عارفه بيتها وعارفه بتمشي بيتها ازاي. فيعني كل واحده فاهمه بيتها وعارفه ان هي بتمشي بيتها ازاي. تمام. يعني حاجة اختيارية. اختياري يعني، لو انت حابه مش حابه خلاص عادي مفيش مشاكل. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، انا بقى كده ايه كنت بجيب الكمون والفلفل الاسمر، ومعايا مكعب من المرق. بصراحه بتطعم برضو في المكرونه، وبتخليها لها طعم جميل جدا جدا. صح يا جودي؟ صح يا ماما. وجودي بقى في حاجه بقى بتحبها، ايه يا جودي بتحبها في المكرونه؟ ايه اللي بحبه في المكرونة؟ انا ما نشوف جودي هتفتكر ولا هتنسي. الشط. ايوه الشط. بتحب جودي بتحب المكرونه تكون مشطشطه يا جماعه. وحطيت بقى ورقه لورا زي ما انتم شايفين كده، وبصراحه كانت طعمها جميل جدا يا جماعه. ويا ريت ان انتوا تجربوا الطريقه دي. اديت بقى المكرونه بعد ما سلقتها صفيتها، ونزلت بكل المكرونه بتاعتي كده في قلب الحله زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. لما تيجوا تسلقوا المكرونه يا جماعه ما تحطوش عليها ميه، في ناس كتير بتحط عليها ميه، لا ده غلط. ما تحطوش عليها ميه خالص نهائي، لان ده انت كده بتقلي من غذاء المكرونه. ده معلومة برضو لو انتوا عارفينها تمام، مش عارفينها في ناس يعني اولادنا لسه صغيرين بيبدأوا يخشوا المطبخ فما بوش عارفينها، يحطوا مية على المكرونة علشان ايه تبرد. لا ده غلط يا جماعة، ده بتقل من غذاء المكرونة وبتخليها برضه معجنة وما تبقاش حلوة. ده بعد ما خلصنا بقى كده يا جماعة التحمير بتاعنا، قدمنا المكرونة زي ما انتوا شايفين، وده الدبابيس، وحطيت الأجنحة لوحدها والدبابيس لوحدها، وده المكرونة بتاعتنا. وبصراحة كان يوم جميل، وده أكلة جودي بنتي حبيبتي، وربنا يخليها لي يا رب. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، وتفعلوا الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. واشوفكم على خير، ونقول ايه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.